وانا ما وقعتش. عاملين ايه يا جماعه؟ حبيت موضوع الفيديوز الطويله دي قوي بعد ما عملت الفيديو اللي فات ورجعنا تاني لفيديوهات الشاي. اولا الفيديو ده هيتكلم على التنمر، وده من اكتر الحاجات اللي اتسالت فيها، وانا بعتبر اصلا ان التنمر هو تقليل من قيمه الحاجه، سواء بقى تنمر على شكلك، سواء تنمر على طبعك، على اهلك، على حاجه انت بتعملها او شغوف ليها، او اللي قدامك بيقلل منها علشان يحبطك ويرجعك لورا. فالتنمر ليه انواع كتير وصفات كتير وغيره. الفيديو ده هيكون 3 فقرات. الفقره الاولى هحكي لكم على مواقف عديت بيها بالتنمر، والفقره الثانيه هشارك تجاربكم انتوا. انا نزلت اسك على الانستجرام، لو انتوا مش متابعيني هناك فده الانستجرام بتاعي، وهتلاقوه في الديسكربشن وفي اول تعليق مثبت، وقلت لكم لو حابين تشاركوا في الفيديو ده معايا فهيكون مشاركتكم انتوا، هتحكوا على التجارب اللي عديتوا بيها بالتنمر وازاي اتعلمتوا منها. وثالث حاجه هحكي لكم على حاجات انا اتبعتها او شفت غيري بيتبعها علشان يعدي التنمر ده وما ياثرش عليه في حاجه. جينا لاول فقره في الفيديو وهي فقره الفضفضه. يعني انا اصلا بحب الفضفضه معاكم جدا. بالنسبه بقى للتنمر اللي انا شفته في حياتي، شفت تنمر من كل الفئات والصفات. اولا شفت تنمر على شكلي بشكل كبير قوي من الناس، في ناس علقت كتير قوي على مناخيري. ثانيا شفت تنمر على ايدي كتير، يمكن في بعض الفيديوز بانت فيها انا عندي حرق بس في اصابعي يعني مش اكتر. تمام، ملحوظ الفرق صح؟ وسمعت من حد جمله اتقالت لامي، يعني ما تخليش بنتك تاكل معانا عشان ايديها مقرفه جدا، يا اما اعملي اي حاجه لايديها. وانا في ايدي اعمل ايدي على فكره، بس انا حباها، يعني انا لحد الان حباها، فمش هعملها غير لو حسيت ان انا بطلت اكون حباها. يعني برضو من الحاجات اللي شفت فيها تنمر كتير قوي كانت الانجليش عموما، لانه كان عندي دايما مشكله، كنت ضعيفه قوي في الانجليش طول حياتي، كنت قويه جدا في الدراسه على فكره في اي ماده انجليش. انا كنت شخص ضعيف بشكل مبالغ فيه، واكتشفت بعدين ان اصلا دي ما كانتش مشكلتي، يعني دي كانت مشكله المدرسين اللي كانوا بيدوني، لان انا لما درست روسي ما كانش عندي نفس المشكله، بالعكس كنت قويه جدا. فالمشكله مش معايا في دراسه اللغات يعني. حتى كمان لما حليت الانجليش بعدين اكتشفت برضو ان انا كانت الطريقه غلط في المذاكره، او الناس اللي حواليا كانوا غلط، مش انا اللي كنت غلط يعني. سمعت برضو تنمر كتير قوي على طريقه لبسي، على طريقه تفكيري، طريقه كلامي، لانه انا كنت شخص منغلق زياده عن اللزوم، كنت بس على في نطاق حدود اهلي اللي هو البيت، حتى مش الحاجه الكبيره. ما كانش عندي وعي كافي للتعامل، ما كنتش بفهم قوي في تنسيق الهدوم في الحاجات اللي زي كده، فسمعت تنمرات كتير قوي لحد ما بدات اظبط حاجتي. سمعت تنمر على حلمي وخاصه الطب، يعني دي من الحاجات اللي سمعت عليها تنمر كتير قوي، ان انت الانجليش بتاعك واقع، ازاي عايزه تبقي طبيب، ايه الهبل ده. وسمعت تنمر اول ما بدات السوشيال ميديا، ما تتصوريش بالطريقه دي علشان ضحكتك مستفزه جدا وبقك كبير. في كل حاجه كنت بحاول اعملها ليها علاقه، يعني مثلا بدايه السوشيال ميديا مفكره نفسها تبقى حاجه، مفكره نفسها في حد هيشوفها، مفكره مش عارفه ايه، حاجات زي كده. سمعت على طريقه كلامي، ان انا بتكلم كتير وايدي بتحركها كتير في الكلام، والمفروض اكون رزينه وعاقله، والبنات ما بتتعاملش بالطريقه دي. دي الجزئيات اللي انا تعرضت فيها في التنمر. بالنسبه ان انا عديت بالمراحل دي ازاي، شوفوا الفقره دي بعد ما شاركوا تجاربكم انتوا. في موقف اتعرضت فيه للتنمر وازاي عرفت تعدي بيه من غير ما يأثر عليك؟ يا ربي هو كتير، بس عموما يعني كانوا الناس بيفتكروني ان انا عشان لدغه في حرف ر، يعني اللي ما يعرفنيش كويس، اللي ما يعرفش ان ياسمين لدغه في حرف ر، كانوا بيفتكروني ان انا بتدلع فيها عشان اظهر او ابان وكده. لحد ما في مره يعني الظروف جمعتني بصاحبتي في الكليه، فبتقول لي انا عاوزه اعترف لك بحاجه، انا كنت مفكراك ان انت بتدلعي وكده. فقلت لها لا، يعني هتدلع عليه دي من ضمن الحاجات. يعني هو كان التأثير السلبي كان بيبقى زمان، انما دلوقتي لا، بالعكس بقيت اخد الموضوع بروح حلوه، ان دي حاجه مميزاني اصلا. بس يعني لما باخد الموضوع ان هي مميزاني فانا مش بحس ان انا غريبه ولا حاجه تانية، يعني لا، بتعامل مع الموضوع عادي جدا. طبعا كتير. طيب، مبسوطه قوي انك مشاركه معايا ياسمين، وعايزه اقول لك انه من قلبي بجد حرف الر حلو 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 منك جدا. حبيبتي يا مريم، حبيبتي. تسلمي لي يا كوكي. احكي لي موقف اتعرضت فيه للتنمر وازاي عرفت تعدي بيه من غير ما يأثر عليك. ممكن على شكل جسمي، لانه انا نحيفه مفرطه. زي يعني اهلا وسهلا يا ياسمين، عامله ايه؟ فاسمه ايه ده، ممكن انه كانوا بيقولوا يعني انه انا نحيفه جدا، وعشان انا طويله كمان فالنحف يعني بزياده، فاهمه. كنت وقتها صراحه يعني بتاثر بكلامهم، بس بعدين بدات اتقبل شكلي، وبدات يعني اغير من ستايل لبسي، بحيث انه البس ملابس
تليق مع شكل جسمي. فبقوا هم بعدين بيقولوا لي ايه الستايلات الحلوه دي، وبيسالوني انا بجيب ملابس منين وما اعرفش ايه. لما تقبلت نفسي ويعني واجهتهم بده، هم ما بقوش بيحاولوا ان هم يتكلموا او يقولوا كلام قدامي. برافو، المواجهه كانت هي الحل. برافو يا ياسمين، على فكره انا مبسوطه بيكي جدا، وفكره انك نحيفه دي حاجه حلوه قوي. احنا موجودين في اي حاجه يا ياسمين. طبعا اكيد. ربنا يبارك في عمرك يا رب، ومبسوطه قوي انك مشاركه في الفيديو. احكي لي موقف اتعرضت فيه للتنمر وازاي عرفت تعدي بيه من غير ما يأثر عليك. انا شكرا اسمع عليك والله يا مريم. يا روحي ربنا يسعدك، ده انا اللي ليا الشرف جدا ان الكلام اللطيف ده. بصي، هو انا شخصيا ما تعرضتش للتنمر، بس بشوف ناس كتير بتتعرض للتنمر. بشوف ناس كتير على منصات السوشيال ميديا بتنشر العلم وينتفع بيه، وده يعتبر اصلا صدقه بيقدموها وبيشاركوه يتعلموه. والاقي معظم الكومنتات ناس بتتريق على حاجه فرعيه في الفيديو اصلا مش ظاهره، وممكن يتريقوا على المحتوى الاساسي او شكل الشخص اللي بيقدم العلم ده. وده ربنا قال عن سورة التوبة: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يعني كلامك السلبي اللي سبته في كومنت على أي بوست أو فيديو قبلك على السوشيال ميديا وفاكر إنها جملة واتكتبت وراحت لحالها، ما تعرفش هي ممكن تكون أذت الشخص اللي اتنمرت عليه نفسيا قد إيه. وكمان ربنا مش ناسي الكومنت ده وهيعاقبك على النقيض. طبعا اللي بيسيب كلمة حلوة بيكون مش متخيل فرقت مع الشخص إزاي. وربنا برضو قال في سورة إبراهيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. يعني ربنا شبه الكلمة الحلوة بشجرة كبيرة وطيبة ومواصفاتها فخمة، وكمان بتعطي ثمار في كل وقت بإذن ربها. يعني فما تستهينش بالكلمة الطيبة وابعد عن التنمر اللي بتحسبه هين وهو عند الله عظيم. ربنا يبارك في عمرك يا مريم. يا مريم والله. احنا فينا مريم قمر يا جماعه، احنا في مننا واحده اسمها مريم اموره قوي كده ولطيفه. يعني انا بحبك يا مريم، خلاص انا بحبك قوي. والله يا مريم والله، يعني المحبه متبادله والله. احكي لي موقف اتعرضت فيه للتنمر وازاي عرفت تعدي بيه من غير ما يأثر عليك. لا ثواني مش مستوعبه ايه بالظبط. انك اتصلتي يا روحي ليه ما اتصلش على الاثنين؟ لا تقريبا انا ما حصلش معايا موقف تنمر على السوشيال، اما في حياتي عموما واصدقائي وكده لا. كان موقف على تقريبا ستوري الواتساب، بس هو حد كان بيتنمر يعني على صديقة ليها وهي ضعفت ما كانتش عارفة تتعامل مع الموقف. تقريبا لحد دلوقتي لسه مأثر فيها. ان التنمر ده يعني شيء مقزز جدا، محدش يعمل كده تاني. اكيد هو عنده مشكله بداخله مخليه يتنمر ويعمل كده. مشكله فيه هو ان هو مركز مع العيب اللي حواليه. ايوه العيب هو مش في اللي قدامه، هو يحاول يصلح من نفسه ويشوف قلبه، يخلي قلبه نظيف. شكرا يا اسماء قوي، مبسوطه قوي ان انت مشاركه في الفيديو ده. مبسوطه جدا والله يا روحي تسلمي لي، ربنا يبارك في عمرك يا رب. بحبك كتير يعني. بحبك اكتر يا رب وطعمك براضيكي. احكي لي موقف اتعرضت فيه للتنمر وازاي عرفت تعدي بيه من غير ما يأثر عليك. جماعه الاخت صاحبتي، احنا بنستشير صاحبتي دلوقتي. هديها انا من اللي هتسلني. خلص اصلا فهشرب ميه بقى خلاص، تعبتيني. تنمر تمام. تنمر هو انت اصلا يعني انت شايفه في فرق بين التنمر والعنصريه ولا هم نفس الحاجه؟ هم نفس الحاجه اصلا. انه التنمر هو تقليل من قيمه الشخص، فالعنصريه نفس الحاجه. نفس الشيء الحاجه اللي بتعمليها، تقليل من شكلك، تقليل من طموحك، تقليل اصلا. عايشه في دوله غير دولتي، فكنت بتعرض يعني كنا بنسميها في الدوله اللي انا كنت عايشه فيها العنصريه، انه انا من بلد وهم من بلد، يعني هم مثلا اهل الدوله الاصليين فكانوا بيتنمروا علينا من دوله اخرى. فكان الموضوع كان اول ما بتعرض له في المدرسه كنت على طول اول ما برجع بحكي لاهلي. اهلي كانوا بيقولوا لي ان هم الاشخاص اللي عندهم عنصريه هم مش سويين، ويعني العيب منهم هم مش منك. ودايما كانت امي تقول لي لا فرق بين اعجمي ولا عربي الا بالتقوى. يعني ربنا بينظر لقلوبنا، مش مثلا انت عشان من لبنان ولا انت من قطر فانتوا في فرق بينكم، بالعكس انتوا الاثنين سواسيه في كل حاجه. والشخص دوت هو من نفسه في نقص جوه. لما كنت بروح المدرسه وكانت بتتكرر المواقف قدامي، بلاقي ان انا بالعكس انا مش زعلانه، بالعكس انا مشفقه على الشخص اللي بيتعنصر عليا، مشفقه عليه لانه هو بحسه ان هو يعني مش هو زي ما امي بتقول لي ان هو مش سوي. عايزه اقول لك يا وزير، بعيدا عن انك صاحبتي، انت قمر في كل حاجه، انا بحبك انت والله. وانا اقسم بالله يعني حبيبه قلبي والله بجد، وربنا يشهد ان انا بحبك قد ايه.
يا روح يا مريم، الله يسعدك يا رب. كتير في الكومنت انها لازم تيجي عشان احنا اتنين في نفس الدوله بس من مدن مختلفه يعني، والاخت بقى لها سنه بتحاول تيجي. باذن الله هاجي، خليهم بس يدعوا لنا، والله هجيلك يا مريم اكيد. خلي بالك ان انا همشي خلاص، فانت اخر فرصه بالنسبه لك انك تيجي اليومين دول. خلاص والله هعيط. انا هاجي، انا حاسه ان انا هاجي وانا بودعك هفضل اعيط بجد، مش قادره استحمل. لازم تيجي عشان خلاص ماشي يا روح، يا رب خير ان شاء الله يا رب. ماشي يا روح قلبي. يلا يا كوكو. تمام. وانا بمنتج الفيديو اخدت بالي ان الفيديو طول قوي زياده عن اللزوم، عشان كده قررت انه هيكون في جزء تاني من الفيديو، والجزء التاني هنزله بكره باذن الله، وهو ده اللي هحكي لكم فيه ازاي انا عديت بالتنمر من غير ما يكون بيأثر عليا. وبس كده، دمتم بخير، مع السلامه.